واش عمرك سمعتي على جنية كيقولوا عليها انها تقدر تدخل في حياة بنادم بلا ما يحس وتبدل ملامحه وشخصيته وحتى مصيره؟ واش عمرك تسائلتي علاش كاينين ناس كيربطوا الجمال المفاجئ بالسحر والتلبس؟ اليوم غادي نحكيو على أسطورة غامضة ما بين الخرافة والحقيقة وما بين الخوف والتحذير، أسطورة ميرا. حكاية ميرا من الحكايات اللي كيتعاودوا بصوت منخفض، خصوصا في الأماكن اللي كيبقى فيها المجهول حاضر بقوة، القبور، الأماكن المهجورة والطرقات اللي كتكون خالية في الليل. حسب بعض الروايات الشعبية، ميرا ماشي مجرد جنية عادية، ولكن كائن غامض كيرتبط بالجمال والسحر والتلبس. كيتقال أنها تقدر تلبس بعض الفتيات وأن جمالها كينعكس عليهم وكيولي حضورهم مختلف بطريقة كتخلي الناس يلاحظوا عليهم تغيير كبير. ولكن الغريب في هذه الحكاية هو أن ميرا ما كتظهرش ديما في نفس الصورة. كاين اللي كيوصفها بانها جنيه زوينه كتشد الانتباه بالجمال ديالها بطريقه غير طبيعيه وكتخلي الرجال ينجذبوا ليها وكتكون مرتبطه بهم. ولكن كاين اللي كيزيد في الروايه وكيقول بان ميرا ما كتكتفيش بالجمال، ولكن تقدر تسبب المعاناة للمرأة اللي كتكون مسحورة أو متلبسة بها، حتى توصل بها الحالة إلى ضعف ومرض وكأن حياتها كتبدا كتطفى بشوية بشوية. طبعا هاد الشيء كامل داخل في إطار روايات شعبية ومعتقدات متداولة، وما كاينش دليل علمي كيثبت وجود ميرا أو أنها كائن حقيقي. ولكن في المغرب بحال بزاف ديال الثقافات كاينين حكايات قديمة على الجن والأرواح والكائنات الغامضة، وكل منطقة عندها قصصها وتفسيراتها الخاصة. والأغرب هو أن حتى الروايات على ميرا ما متفقينش على شكل واحد ولا كيوصفوها في شكل واحد. كاين اللي كيقولوا أن ميرا جنية وحدة، وكاين اللي كيشوف أن الاسم الشهير ولا اللي كيشير ليها لأكثر من شخصية وأكثر من نوع من الجن. ومن بين الأسماء اللي كيتعاودوا في بعض الروايات الشعبية كاينة ميرا الحارتية واللي كيربطوها بالقوة والغموض والخوف، وكاينة ميرا الزهوانية واللي كيتقال أنها مختلفة وعندها شخصية مشرقة ومبهجة، وكاينة ميرا الزيانية اللي كيربطوها بالضحك والفرح وكيحكيو عليها أنها كتميز بوشم جميل وغريب، وكاين اللي كيقول ميرا الصحراء اللي كتقال أنها كتكلم أكثر من لغة وكتعيش في الأماكن الواسعة والمنعزلة واللي كيصعب على الإنسان يعرف أسرارها. أما ميرا الأمازيغية واللي كتدخل في بعض الروايات المرتبطة بالثقافة الأمازيغية كتاخد صورة مختلفة حسب المنطقة والحكاية اللي كتروى عليها. وكاين حتى اللي كيقول أنها كاينة ميرا كريستيان، واش حيتاش كتميز في بعض القصص بالرحمة والحنان. ولكن بين أكثر الشخصيات اللي كتثير الخوف عندنا حنايا كاينة ميرا الشيطانية واللي كتقال أنها كتميز بالذكاء والقدرة على الخداع، وأنها ما كتخليش الإنسان يعرف بسهولة واش اللي قدامه إنسان عادي ولا شي حاجة أخرى. ولكن هنا كيبدا سؤال حقيقي، علاش الناس كيربطوا ميرا بالنساء وبالجمال؟ بعض التفسيرات الشعبية كتشوف أن الجمال اللي كيظهر بشكل مفاجئ وغير معتاد ممكن يكون مرتبط بالسحر أو بالتلبس، خصوصا في المجتمعات القديمة اللي كانت كتفسر بعض الظواهر بطريقة مختلفة على التفسير العلمي اللي كنعرفوه حنا اليوم. وفي بعض الروايات كيتقال أن الفتاة اللي كتكون تحت تأثير ميرا كتبدل شخصيتها وكتولي كتنعزل وكتبدل تصرفاتها وكتعيش حالة غريبة وما كيلقاو لها حتى شي تفسير. وبالنسبة لبعض الناس هاد التغييرات كانت كتفسر بالتلبس والسحر، وهذا الشيء اللي الناس كيتوهموه بزاف، بينما بالنسبة لناس اخرين الامر ممكن يكون مرتبط باسباب نفسية او صحية وما عندهمش علاقة بجن او اساطير. وهنا بالضبط كتوقف حكاية ميرا بين جوج عوالم، عالم كيعتبرها مجرد خرافة كتنتقلها الاجيال، وعالم اخر كيشوف فيها تحذير من بعض الاماكن والتصرفات. كاين بعض الشيوخ والناس اللي كيقولوا بان ميرا غير أسطورة شعبية وما خصش الإنسان يعيش الخوف ديالها أو لا يخوف منها. وفي المقابل كاين اللي كيحذر من زيارة القبور والأماكن المهجورة
المهجورة أو النائية خصوصا في الليل، وكيشجع الناس على قراءة المعوذتين وآية الكرسي والأذكار كنوع من التحصين والطمأنينة. ولكن واش هاد التحذيرات جاية فعلا من وجود ميرا، ولا هي مجرد طريقة قديمة باش الناس يبعدوا على الأماكن الخطيرة ويتفادوا الوحدة في الليل؟ يمكن الجواب الحقيقي يكون بسط من هادشي اللي كنتوقعوه حنا. في الزمان القديم قبل ما تكون عند الناس وسائل التواصل ولا الإنارة في الطرقات ولا المعرفة العلمية الواسعة، كانت الأماكن المظلمة والمقابر والجبال والغابات كتشكل مصدر حقيقي للخطر، وكان الإنسان كيلجأ للحكايات والأساطير باش يفسر المجهول، وهاد القصص كانت كتناقل من جيل لجيل، وكل شخص كيزيد عليها تفاصيل جديدة من راسو. كما دابا كاين شي حوايج كيتقالوا هما ما كاينينش، وكاين ناس كيتخايلوا وكاين ناس كيتوهموا، وهكذا ممكن تكون أسطورة ميرا تبدلات مع مرور الزمن من كل منطقة وزادت عليها لمساتها الخاصة. ولكن كاين سؤال آخر أكثر غموض: علاش بعض الناس مازالين حتى اليوم كيتكلموا على ميرا وكأنها حقيقة؟ واش فعلا شي ناس عاشوا تجارب غريبة وفسروها على أنها تلبس، ولا غير الخوف هو اللي كيخلي الإنسان يربط أي شيء مجهول بعالم الجن والأساطير؟ الحقيقة أنها ما نقدروش نثبتوا وجود ميرا، وما نقدروش حتى نثبتوا ان كل قصه اللي كتروى عليها مجرد كذب. ولكن الشيء المؤكد هو ان اسطوره ميرا بحال بزاف ديال الاساطير الشعبيه كتعيش في مساحه اللي بين الخيال والخوف. يمكن ميرا ما تكونش جينيه كتعيش في مكان مجهول، يمكن تكون مجرد صوره صنعها الخوف البشري من المجهول، صوره ديال الجمال اللي ما قدرناش نفسروه، والتغيير اللي ما فهمناش السبب ديالو، والمرض اللي ما عرفناش العلاج ديالو، والاماكن اللي ما قدرناش نكتشفوا اسرارها. ولكن تخيل معايا الا كنتي بوحدك في الليل ودزتي من حدا مقبره قديمه، وفجاه شفتي مرا واقفه بعيد لابسه البيض ساكته وكتشوف فيك بلا ما تتحرك، غادي تقول انها ماشي انس، ولا غادي تبدا تقول اسم واحد كيدور في بالك انها ميرا؟ وإلا سمعتي من بعد صوت كيهمس ليك من وراك، واش غادي تلفتي ولا غادي تكملي طريقك بلا ما تشوفي شكون كان تما؟ يمكن اسطوره ميرا غير خرافه، ويمكن تكون مجرد حكايه تحذيريه توارثوها الناس عبر سنين، ولكن في العالم ديال الاساطير اخطر حاجه ماشي هي انك تصدق كل شيء، اخطر حاجه هي انك تكون متاكد ان كل شيء كذوب. واخا تكون ميرا مجرد اسطوره، فربما السؤال الحقيقي ماشي هو واش ميرا موجوده، ولكن علاش الانسان من آلاف السنين ديما كيبقى كيقلب على تفسير للاشياء اللي ما يقدرش يفهمها. ويمكن الجواب على هذا السؤال هو اللي خلى اسطوره ميرا تبقى حيه حتى اليوم. في الاخير كتبقى اسطوره ميرا واحده من اغرب الحكايات اللي تناقلاتها الاجيال، حكايه كتخليك محتار بين واش هذه مجرد خرافه خلقها خوف الانسان من المجهول، ولا قصه بقات حيه حيت بعض الناس مازال كيامنوا بها حتى اليوم. يمكن ميرا ما تكونش غير اسم في حكايه قديمه، ويمكن تكون رمز لكل حاجه غامضه ما قدرناش نلقاو ليها تفسير. ولكن السؤال اللي غادي نخليه لكم هو: الا كنتي بوحدك في الليل وشفتي مرا زوينه واقفه بعيده عليك وكتشوفيك بلا ما تهضر، واش غادي تقرب منها باش تعرف شكون هي، ولا غادي تهرب قبل ما تعرف الحقيقه؟ كتب لي الراي ديالك في التعليق. واش كتامن باسطوره ميرا ولا كتعتبرها غير خرافه شعبيه؟ وما تنساوش ديروا لايك واشتركوا في القناه حيت اللي جاي غادي يكون اكثر غموض ورعب.